بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. موضوعنا النهارده عن عيش بالقداسه. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة. القداسه امر ضروري جدا للدخول الى الملكوت. الله عندما خلق الانسان خلقه على صورته، ومن صفات هذه الصوره القداسه، فخلق الانسان مقدس. ولكن الانسان بسبب الخطيه فقد هذه القداسه، عشان يرجع تاني ويلتصق بالله، عشان يرجع يكون على صورة الله، عشان يرجع تاني للحياة الأبدية أو للملكوت السماوي، محتاج إن هو يرجع تاني لهذه القداسة. عشان كده يقول الكتاب المقدس: كونوا أنتم أيضا قديسين نظير القدوس الذي دعاكم. عايز يقول ارجعوا إلى صورتكم الأولى، ارجعوا للصورة الأولى اللي ربنا خلقكم عليها. ليه نعيش بالقداسة؟ ليه نعيش بالقداسة؟ أولا لأننا أولاد الله. الكتاب المقدس يقول: المولود من الله لا يخطئ ولا يمسه الشرير. الإنسان مولود من الله عايش بالقداسة، ما بيقعش، بيجاهد إن هو ما يقعش في خطيئة. 2 لأننا أعضاء في جسد المسيح، والمسيح سيد المسيح هو قدوس، وبالتالي احنا كمان لازم نكون قديسين ونعيش بالقداسة. 3 لأننا صورة الله زي ما قلنا في الأول، وعشان نكون على صورة الله لازم نعيش القداسة. 4 لأننا هيكل الله وروح الله الساكن فينا. وهيكل الله هيكل مقدس، لابد أن نكون نحن مقدسين بالله وفي الله. 5 لأننا أعضاء في الكنيسة. الكنيسة إيه هي سوى جماعة القديسين؟ هي إحنا. الكنيسة هي جماعة القديسين. كان زمان ممنوع على الغير مقدس أن يدخل الكنيسة. كان زمان الكنيسة زي ما احنا عارفين مقدمة مقسمة إلى فرص: المذبح، مذبح فرص الشمس، وبعد كده كنيسة جماعة القديسين، وبعد كده في الآخر بيقف ناس الغير مؤمنين أو التائبين اللي هم بيسعوا بيجاهدوا في التوبة. عشان كده بولس الرسول يقول لنا في كورنثوس: اعزلوا الخبيث من بينكم. كان ممنوع. نرجع لقصة مريم القبطية المصرية لما اتحرمت من انها تخش الى الكنيسة في القدس لانها كانت انسانة خاطئة وما دخلتش غير لما قدمت توبة قبل ما تخش. فالمفروض ان الكنيسة هي جماعة القديسين. عشان نكون من ضمن الكنيسة لازم نكون من جماعة القديسين. عاوز تعيش القداسة مع الله يبقى لازم، عايز تعيش مع ربنا يبقى لازم تعيش القداسة. لا يتحد الظلم مع النور. الظلم هي عدم القداسة، والنور هو الله القدوس. عشان اتحد مع الله لازم أكون أنا كمان عندي قداسة، لازم أجاهد في القداسة. القداسة هي شركة مع الروح القدس في عمل. استحالة أتحد مع الروح القدس في الخطية، أو الروح القدس هيرفض إنه يتحد معي في العمل لما كنا بعمل خطية بعمل الشر. فلازم أحاول أو أجاهد إن أعمل خير عشان خاطر يبقى في اتحاد بيني وبين الروح القدس في العمل. نقول لما بنيجي نصف الشعب أن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد شركة عطية موهبة الروح القدس تكون موهبة الروح القدس تكون معنا. حالة الخطية هي حالة انفصال عن الروح القدس. عدم القداسة هي خطية، هي إن أنا واقع في خطية، وفي الخطية بكون منفصل عن الروح القدس، لأنه الروح القدس عشان يكون شريك ليا في عمل الخطية. ازاي يعني يكون شريك ليا في عمل الخطية؟ صعب جدا. ازاي احيا حياة القداسة؟ ازاي احيا حياة القداسة؟ اولا لازم اعترف بعد قداستي. استحالة اعيش حياة القداسة من غير ما اعترف اولا ان انا غير قدوس، ان انا مش مقدس. لازم الاول اقدم اعتراف بالتوبة. في اشعياء اصحاح 6 لما سمع اشعياء تسبيحة السرافيم بيقول: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي، قال: الويل لي لأني هلكت. ليه؟ لأني نجس الشفتين. فطار ملاك السرافيم وإيه بجمرة ومس بيها شفتيه وقال له: الآن أنت شفتيك طاهرتين. جاهد جهاد قوي جدا أن تحيا حياة الطهارة.
احنا بنقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. جاهد انك تؤمن انه بيقول يتقدس اسمك في فمي، يتقدس اسمك في فكري، يتقدس اسمك في اذني، في عيني، في تصرفاتي. كلمه يتقدس اسمك دي قويه جدا عشان تتحد بالله، عشان يتقدس اسمك. بعد ما يتقدس اسمك على طول يقول ايه؟ ياتي ملكوتك، تعيش الملكوت بعد ان تقدس اسم الله فيك، في حياتك، في تصرفاتك، في عملك، في بيتك، في كل خطوه تخطيها. جاهد جهاد الدم زي ما بيقول سيدنا رسول الله، جاهد انك انت تكون انسان مقدس حتى يكون لك مكان في الملكوت. رب يرزقكم النعمه، حافظ عليكم ويبارك في عملكم، في خدمتكم، ويكون لكم مكان في ملكوت الرب.